أم محمود يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا. أنت صاحبة محل جنتي للزهور. أهلا وسهلا. تحكي لنا أكثر عن يوم الحب فالنتاين، مين بيجي بيشتري أكثر منك؟ شباب، صبايا، متزوجين؟ عادة الشباب اللي بيشتروا. نعم. عادة الشباب والمتجوزين طبيعي يعني. فالنتاين عيد هو تعبير، يعني تعبيري أزود عن الحب. مش بتآمني إنه كل حياتنا هي حب بين الأزواج، بين الأشخاص؟ إذا ما فيش حب تقدرش تمشيخ بالحياة. الحياة شوية صعبة وبدها شوية هاي السكر اللي هو حب وأشياء عشان تمشي فيها. طيب كما تفضلتي، يعني مع الأسف الشديد أصبح من الظواهر المنتشرة في وسطنا العربي ومجتمعنا العربي ككثير من المجتمعات، علما أنها يعني قضية ليست عربية بالأصل، لا تمت لنا بصلة، وإنما هي قضية مستوردة. ونحن كما يقول ابن خلدون نتيجة لتأثر الغالب بالمغلوب نتلقى عادة ونقلد هذا الغالب الغير الذي هو الغرب هنا في هذه الحالة. أدهم، شو رأيك بيوم الحب أو عيد الحب؟ أنا بالنسبة لعيد الحب يعني بأمنش في شيء اسمه عيد حب. يعني إحنا عندنا عيدين بس، عيد الفطر والعيد الكبير. نعم. من غير هيك إحنا صعب نعيش، نحب بعض. نعم. بهذا اليوم إيش أكثر إشي مطلوب منك؟ بقت الجور الأحمر. نعم. بهذا اليوم بالذات يعني الجور الأحمر عليه طلب رهيب، وغير هيك يعني الضبابة والشوكولاتة وكل شيء بتبع الأحباب، كل شيء أحمر. أم محمود، عمل باقة من هالنوع بيستغرق وقت طويل كثير؟ لا. نعم. لا. وكلمة الحب حقيقة هذه الكلمة الجميلة الرقيقة هي من أكثر الكلمات التي تم تشويهها وتم تضييق معناها، إذ أن معنى الحب أصبح في هذه الأيام مقصورا على الحب الشهواني والحب الجسماني وإثارة المشاعر والغرائز. نعم. في الوقت الذي تتسع فيه هذه الكلمة لتشمل كل المعاني الجميلة والقيم الرقيقة والإنسانية. ولذلك الحب كما نفهمه لا يقتصر على جانب واحد ولا على معنى محدود كما يحاول البعض أن يصوره لنا. يعني راح أشتري، بس يعني كيف بدي أحكي لك، يعني الحب شيء كبير يعني، ولازم الناس يعني في هذا اليوم برضه مش بس يعني في نفس اليوم هذا، يعني لازم كل يوم يكون في حب وفي نعم. عيد حب، مش بس يوم واحد للحب. نعم. شو الشباب بيختاروا مثل ايش يعني؟ عادة اللون الطاغي في هاي المناسبة اللون الأحمر والأبيض أحيانا، أما التنسيق بيكون على غرار مثلا تنسيق باقة على شكل قلب، على شكل دب، أشياء خاصة في إكسسوارات اللي بنضيفها للباقات اللي هي قلوب وما شابه ذلك. الناس بتفضل الطبيعي ولا الاصطناعي أكثر؟ لا، اللي في هذا اليوم بالذات بتفضل الطبيعي. نعم. وأغلب اللي بيجوا بيشتروا هن أغلب اللي بيجوا جيل الشباب والشابات، وحتى في ناس اللي بعده ما زهقش مرته. في ناس اللي بتعارض هذا اليوم، فشو رأيك أنت بالموضوع؟ أنا ضد إنه عارضه، مش لأن اللي محل ورد. كذلك الأمر بالنسبة ليوم الأم، كل يوم حلو وفيه إمكانية إنه الواحد يحتفل فيه، لا سيما إنه تنقصنا الاحتفالات. كل شعوب الأرض لها كرنفالات ولا احتفالات خاصة ولا أيام مشهودة. نعم. فإشي حلو إنه الواحد يحتفل في هذا اليوم. فهناك حب الله، وهناك حب الرسول، وهناك حب القيم، وهناك حب الوطن، وهناك حب الزوجة، وهناك حب الأبناء، وهناك أنواع كثيرة من الحب. حتى عندما نتحدث عن الحب بين الذكر والأنثى فلا يمكن أن يكون هذا الحب الذي تؤسس عليه وتقوم عليه العلاقات الأسرية، لا يمكن أن يكون حبا علاقة عابرة أو مجرد إشباع لنزوة أو لشهوة هنا أو هناك، وإنما لابد من أسس سليمة يقوم عليها هذا الرباط وتقوم عليها هذه العلاقة، وليس كما يعني يريد
الغرب أن يصور لنا أو أن يقنعنا من خلال ما يبث من أفلام ومن مسلسلات وبرامج وعبر وسائل إعلام مختلفة التي تصور الحب بصور يعني لا يمكن أن تخدم بناء الأسرة ولا الترابط الاجتماعي. فيش فيه له لا طابع ديني ولا طابع أي آخر، إنما هو تعبير عن شعور اللي هو المفروض يكون متواجد طول أيام السنة، وإنما في هذا اليوم متبع إنه كتقليد معين لدى كل شعوب الأرض إنهم يحتفلوا في هذا اليوم. فإحنا برضو إلنا الحق إنه نحتفل كباقي الشعوب بها. فالإسلام لا ينكر على الإنسان هذا الميل، أن يميل الذكر إلى الأنثى أو تميل الأنثى إلى الذكر، هذا شيء طبيعي وفطري في الإنسان وغريزي ولا يمكن إنكاره. كل من يحاول. كيف نستطيع أن نعبر عن حبنا للآخرين؟ هناك عدة طرق كما قلت، لأن الحب نعم. أنواع. وإذا كان الحديث عن الحب بين الذكر والأنثى وهو كما قلت قد يكون موجه من الأب لابنه أو الابن لأبيه أو الأم لابنها أو الابنة لأمها، وقد يكون موجه متبادلا بين الزوجين، أن يحب الرجل زوجته. أول باقة وردة هديتها لمرتي ما كانتش مرتي كانت صديقتك؟ كانت صديقتي، وكان الوضع الاقتصادي لا يسمح، فهديتها 3 وردات. وتحب الزوجة زوجها، هذا شيء بالعكس مطلوب، ويعني يعتبر أساس قوي لعائلة قوية وعائلة متينة. ولكن الحب الذي يريدوننا أن نحياه أو أن نفهمه كما قلت عبر ما يبث بوسائل الإعلام المختلفة، وحب خادع وكذاب، ونتيجته ومصيره معروف، هو الفشل وهو التحلل والتفكك والانحلال الأخلاقي الذي نعيشه.